السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا حلوين؟ النهاردة معانا رحلة جميلة جدا لمدينة العلمين الجديدة. اتمنى كده ان انتوا تتبسطوا معانا. في مدينة العلمين جميلة جدا يا جماعة، ما شاء الله. والمصيف فيها جميل قوي قوي، والبحر جميل، مية البحر جميلة قوي، والرملة بتاعتها حلوة قوي. انصحكم بجد يعني ما تضيعوش الصيف ده غير لما تروحوا العلمين الجديدة. جميلة جدا، وفيها أماكن كتيرة جدا وحاجات متعددة قوي قوي وفيها برضو أسعار، يعني مش هقول في متناول الجميع، بس فيها أسعار يعني ممكن احنا نحاول نختار المناسب لينا ان احنا نروح هناك يعني وكده. وتشوفوا بقى معايا كده الدخلة بتاع العلمين الجديدة، بصوا جميلة قوي. ما شاء الله الدولة يعني مهتمية بيها و... وعاملة فيها شغل جميل قوي فعلا يجذب السياحة. ربنا يا رب يحفظ بلدنا مصر ان شاء الله. و... واي حد بره مصر يعني بجد يعني ان ما يفوتش الفرصة ديت ويروح بقى العلمين الجديدة. في بقى ايه؟ الساحل الشرير والساحل الطيب. احنا بقى النهاردة رحلتنا ان شاء الله في الساحل الطيب، زي ما انتوا شايفين كده معايا. اتمنى بقى ان انتوا تشيروا الفيديو وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، عشان ايه نتشجع كده وننزل فيديوهات فيها كتير ان شاء الله. وشكرا ليكم وبحبكم قوي قوي، احلى متابعين في الدنيا. زي ما انتم شايفين كده، هي جميلة جدا والله يا جماعة، ونظيفة قوي قوي. وصراحة الدولة صراحة مهتمية بيها قوي، وزي ما قلت لكم يعني وكده. وفيها بقى شقق وفيها بقى فنادق، كل واحد بقى على حسب يعني ميزانيته حابب يختار ايه، ان هو يعني على حسب الميزانية بتاعته كده. فيها رحلات لليوم الواحد، وفيها ممكن تقعد يومين او 3 ايام، اسبوع، كل واحد بقى على حسب ما هو عايز يعني وكده. اتمنى كده تتبسطوا معايا في الجولة الحلوة ديت لمدينة العلمين. وهتشوفوا بقى ايه في مفاجأة بقى في اخر الفيديو عاملاها لكم يعني بقى. شايفين الابراج بتاع ابراج العلمين وكده، ما شاء الله حاجة جميلة جدا ومحترمة. و... واتمنى ان انتوا تتبسطوا معايا بقى. اتفرجوا بقى على الفيديو كده وقولوا لي رأيكم، وبحبكم جدا يا احلى متابعين. طبعا احنا هنا كنا لسه يعني داخلين لسه مدخل مدينة العلمين. ما دخلناش لسه جوه عند الشواطئ يعني وكده. فحلوة قوي ان انتوا تاخدوا فكرة يعني عن المكان لو حد ما كانش راحه. يعني اعتقد في ناس كتير ما شاء الله راحت الاماكن ديت، فاللي راحوا بقى برجع لهم الذاكرة الحلوة واللي ما راحوش ان شاء الله يتشجعوا كده ويروحوا. روحوا يا جماعة واتبسطوا، لازم تغيروا جو عشان نعرف نمارس حياتنا ونرجع لحياتنا وكده. بصوا احنا كده اهوت دخلنا الشاطئ. جميل جدا والجو بصوا تحفة بجد، يعني تطلعوا كل الطاقة السلبية اللي عندكم وتجددوا طاقة تانية إيجابية حلوة كده وجميلة. هنا كان في وقت لسه في وقت الصبح يعني وكده، بس على فكرة هو المكان ما شاء الله اتملى واتزحم. بس شايفين بقى المية والرملة حاجة جميلة. مية فعلا تحفة جميلة، مية بصوا ما شاء الله. مش عايزة اقول لكم المية لونها جميل قوي ونظيفة، ما شاء الله عليها يعني. احنا هنا يا جماعة بقى ايه في الساحل الطيب زي ما انتوا شايفين كده. حاجة كده على قدنا فيها والله على فكرة لكل الفئات، يعني نحاول على قد ما نقدر نبسط نفسنا ونخرج ونستمتع وكده. انا الصراحة كانت عجباني الرملة قوي، واعتقد كل الناس يعني كانت مبسوطة. شايفين لون السماء ولون البحر؟ يا جميلة قوي قوي قوي. والموجة برضو كانت حلوة يعني ما كانتش عالية قوي، كانت جميلة صراحة الموجة يعني وجميلة. وطبعا كل الناس كانت بتصور طبعا بتاخد صورة بقى حلوة كده وبيعملوا سيشن حلو كده على البحر. صراحة يعني البحر ده من الأماكن الجميلة. أنا لما بروح البحر كده وأقعد أبقى شايفة المية والبحر كده الصراحة يعني الواحد بيحس ان هو يعني بيبقى رايح انسان وبيرجع بيروح بيبقى حد تاني يعني.
بيطلع كل طاقة سلبية عنده، بيفصل بقى عن حياته اللي بيبقى عايش فيها ضغوطات وكده يعني، وبيرجع بقى بحاجة كده نفسية حلوة وصافية، ويبدأ بقى من أول وجديد بقى، ويقدر يكمل حياته كده. انت عارفين طبعا الحياة كلها بقت فيها ضغوطات وكده، فالواحد بيحتاج ان هو لازم يفصل يعني عشان يقدر يكمل وكده. بس ادي المية اهوت وجميلة جدا، والرملة. بعد كده بقى يا جماعة، بعد ما خلصنا الشط، طالعين بقى من مدينة العلمين، ابراج العلمين الجديدة هيت زي ما انتم شايفينها. وفي بقى ايه، مول الماسة. ده بقى المفاجأة اللي قلت لكم عليها، مول الماسة جميل جدا. احنا طبعا رحنا المول ودخلناه من جوه. برضو ما شاء الله المول جميل بقى وكده، وهتشوفوه. خدت لكم جولة فيه بسيطة كده، يا رب تعجبكم. هنا بقى يا جماعة كان اخر اليوم قبل المغرب كده. الجو مش عايزة اقول لكم تحفة، اكتر من تحفة يعني. الجو ما شاء الله كان جميل وحلو، وهوا كده وطراوة، الله يا جماعة يعني. والله بجد يعني، حتى لو في كافيه كده وقعدتوا فيه كده وشميتوا شوية الهوا دول، هوا كده نضيف كده، هوا جميل يعني. بينظف الرئة كده وينظف الجيوب الأنفية بصراحة حاجة جميلة قوي يعني. يعني ايه، اتمنى ان انتم يعني لما خدش التجربة دي ياخدها و... ويروح الشواطئ ديت. والله شواطئ جميلة وحاجات جميلة قوي قوي، ومناظر صراحة يعني حلوة برضو، مريحة للعين وجميلة. صراحة كلها ايجابية. عشان كده بنصحكم ان انتوا تروحوا بقى ايه، في مول الماسة. وعملت لكم جولة فيه بسيطة زي ما قلت لكم. في بقى يعني اللي عايز بقى يتسوق، اماكن تسويق يعني لبس او اي حاجة يعني. وفي برضو سوبر ماركت هايبر اللي هو السعودي ده، جميل برضو، وفي حاجات حلوة اهو. بصوا مول الماسة اهو، دي السما الصناعية اللي في مول الماسة زي ما انتم شايفينها كده، جميل جدا. تاخدوا فيه كده جولة حرة. بس الصراحة يا جماعة الأسعار يعني الأسعار ايه، مش هقول لكم كلها غالية يعني، معظمها طبعا غالي. اللي كان بيشتري معظم الناس يعني، كنت بشوفهم ان هم بيشتروا من الهايبر يعني وكده. حاجات على قد الايد كده يعني. بس والمهم ان احنا نتبسط ونشوف بلدنا، ويعني ايه الحاجات الحلوة اللي بلدنا عملتها والتطورات اللي فيها. بس كده، اتمنى الفيديو البسيط اللي انا عملته لكم ده يعجبكم، وبحبكم جدا. و... ولايك بقى وشير وسبسكرايب، وشجعوني في القناة كده يا جماعة، عشان انا كسلانة خالص، واعمل لكم فيديوهات حلوة. وبحبكم جدا يا احلى متابعين. وان شاء الله اشوفكم في جولات تانية حلوة وجميلة ومدن اكتر بإذن الله تعالى. و... ومع السلامة، واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله صيف سعيد كده علينا كلنا جميعا، وربنا يصلح احوالنا كلنا يا رب، اللهم امين. مع السلامة، باي باي.